بعرف إنك تعبانة من الطبخ وإنه داءت أخلاقك من وقفة المطبخ ومن الجلي ومن الطناجر ومن هاي القصص، بس صدقوني آخر شي إلنا الأجر والثواب. وما بتعرفي يمكن جوزك آخر هالشهر يحن عليكي ويجيب لك حق الملح. ما حدا بيعرف شو ممكن يصير. المهم وصفة اليوم بطاطا بالفرن سهلة وما بتكوم جلي من مطبخ هبة حمدان. كيلو ونص بطاطا بقشرهم وبقطعهم لشرايح رفيعة بهذا الشكل، وبعد هيك بغسلهم وبصفيهم من المي. وكمان عندي راسين بصل، اختياري طبعا البصل. هلا بالنسبة للبطاطا بس حطيت لها ملح وفلفل أبيض مو أكتر من هيك، أو بحطهم بالصينية. أما الدجاج فيكم تستخدموا دجاجة كاملة أو فخاد أو سفاية، أي نوع أنتم بتحبوه ما في أي مشكلة. هلا للفخاد حطيت هاي التتبيلة 3 معالق لبن، معلقة كبيرة دبس بندورة، والبهارات ملح فلفل أسود بهار ماجي كزبرة يابسة وشوية كمون مع بهارات البطاطا. بقلبهم كتير منيح مع بعض، وبتحطوا أي نوع أعشاب كمان بدكن إياه. وبعد هيك باخد فخاد الدجاج وبحطهم بالتتبيلة لحتى ياخدوا من طعمة البهارات كلها، وبرجعهم على صينية البطاطا. وبحط طبقة ورق زبدة هاي كتير ضرورية، وبعدين بسلفنها من جميع الجهات شي 4-5 مرات لحتى ما تتنفس نهائي. بزتها بالفرن تقريبا شي ساعة وربع أو أكتر شوي حسب، على حرارة 180. بطلعها من الفرن، بشيل عنا الورق الزبدة وكمان ورق السلوفان، برجعها على الفرن بس 10 دقايق لحتى يتحمر الدجاج. وآخر شي بحط الليمون والثوم وبس. هيك والله جربوها وادعولي.